العراقي على حساب المنتخب الاردني. وهنا مازن فياض يحاول ينطلق بسرعه مازن داخل منطقه الجزاء للمنتخب السوري اللي بدا ايضا يتراجع من خلال هذه الدقائق امام محاولات منتخبنا الاوروبي لوجود لحظه تسلل. منتخبنا الاوروبي الان يتقدم على المنتخب السوري بهدف مقابل لا شيء عن طريق ايمن حسين. ايمن حسين تسديده قويه من ايمن حسين وعلى يمين حارس المرمى لمنتخب سوريا احمد كنعان. لاحظ هذه الاعاده، لاحظ هذه التمريره داخل منطقه الجزاء وايمن حسين يضعها باحترافيه على يمين حارس مرمى منتخب سوريا ليسجل منتخبنا الاولمبي اول اهداف المباراه في مرمى المنتخب السوري. 1-0 تمريره كرة عن طريق الوسط لصالح منتخبنا الاولمبي. تغيير اللاعب الى جهه اليمين ممكن ثاني. منتخبنا على كرة جميله داخل منطقه الجزاء وركله جزاء لمنتخبنا الاولمبي العراقي. ركله جزاء يحتسبها حكم المباراه الدولي واثق محمد علاء بحركه لعب جميله من علاء مهاوي. علاء مهاوي يحصل على ركله جزاء. ركله جزاء بكره رائعه ما بين جفال وما بين مهاوي، ما بين محمد جفال وما بين مهاوي. لاحظ هذه الكره الجميله اللي كانت جمله تكتيكيه رائعه لمنتخبنا الاولمبي. لاحظ جفال اللي هيأها لعلاء مهاوي، لكن الاعاقه تاتي على علاء مهاوي اللي يحصل على ركله جزاء. كابتن الفريق الاشقر احمد الاشقر يرتكب ركله جزاء ومنتخبنا على موعد من تسجيل هدف ثاني في مرمى المنتخب السوري. على موعد تسجيل هدف ثاني في مرمى المنتخب السوري. ركله جزاء محتسبه لمنتخبنا العراقي. فرحان شكور، فرحان شكور بطاقه صفراء. اذا حكم المباراه الدولي واثق محمد اعتقد على كردغلي، اعتقد بطاقه صفراء على خالد كردغلي لاعب ومدافع المنتخب السوري. ركله جزاء فرحان شكور. فرحان والكل يتذكر ركله الجزاء اللي سجلها في مرمى كوريا الجنوبيه اللي اهلتنا الى مباراه نصف النهائي. فرحان شكور ركلات جزاء ترجيحيه على مستوى شباب العالم. محاوله فرحان وهدف ثاني، هدف ثاني لمنتخبنا الاولمبي العراقي. فرحان شكور يضاعف النتيجه لمنتخبنا الاولمبي في مرمى المنتخب السوري من ركله جزاء. من ركله جزاء البديل فرحان شكور يضعها ايضا على يمين احمد كنعان حارس مرمى المنتخب السوري امام فرحه الجماهير العراقيه، امام فرحه الجماهير العراقيه. ويا رب دوم الفرحه على الجماهير العراقيه وللشعب العراقي. فرحان شكور اذا فرحان بتسجيل الهدف الثاني. فرحان شكور لاعب منتخبنا الاوروبي العراقي ويذهب مباشره لعبد الغني شهد اللي دربه مع نفط الوسط والان يستدعيه للمنتخب الاوروبي العراقي. فرحان شكور يذكرنا بتسجيله الركله الجزاء الاخيره في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي. ويومها منتخب شباب العراق تأهل الى مباراه نصف